اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى هريسة الفلفل الحار اللي بتدي للأكل طعم ونكهة مختلفة خالص. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة والمكونات وهتلاقوها إن شاء الله سهلة وبسيطة. ده كيلو وربع فلفل حامي مع ربع كيلو فلفل رومي، بنقطعه بالشكل ده وبنحطه في الكبة. هقطع معاكم الكمية كلها وبعد كده هنروح للكبة. طبعا انتوا عارفين ان الهريسة دي بتستخدم في حاجات كتير قوي حلوة في الاكل، زي البامية، البسلة، الفاصوليا، اي حاجة ممكن تطعميها. طبعا بتدي طعم وبتنقل الاكل في حتة تانية خالص، خاصة كمان لما بتكون بالطريقة دي. في ناس كمان بتحبها جنب الاكل، بتغمسها كده عادي. والناس كمان اللي هي بتحب الحاجة السبايسي. هنا الجوانتي اتقطع مني، وطبعا لو سبته كده مش هعرف انام. هنا كنت بغير الجوانتي. هخلص معاكم الكمية كلها وبعد كده ان شاء الله هنروح للكبة. بس عايزاكم تقولوا لي انتوا بتاكلوها جنب ايه. هنا حطيت في الكبة الفلفل الحامي مع فلفل رومي وتوم، والتوابل اللي معانا دي كمون وملح وسكر وبابريكا وكزبرة. هنا بطحن الكمية اللي انا حطيتها مع معلقة من التوابل اللي انا خلطاها دي. مع كل كمية هحط معاها معلقة توابل وتوم، وفي ليمون وزيت. الزيت ده طبعا احنا بنحطه عشان يحفظ الفلفل اكبر وقت ممكن يقعد عندك في التلاجة او في الفريزر. طبعا الكمية اللي احنا عاملينها دي هحط جزء منها في التلاجة والباقي هيتشال في الديب فريزر. واعملي يعني اللي انت عايزاه، الفترة اللي انت عايزاه يقعد فيها في التلاجة لازم تحافظي عليه بشوية زيت فوق وش العبوة، دايما بيحفظها لك. وما تيجي تاخدي كمان بالمعلقة لازم المعلقة ما تكونش استخدمت في اي حاجة قبل كده. المعلقة اللي هتاخدي بيها من البطرمان اللي هتحفظيه في التلاجة ما تكونيش استخدمتيها في اي حاجة. يعني ما تكونش المعلقة مثلا مطرحها حاجة معينة وتروحي تحطيها برضو في بطرمان الهريسة. هنا بكمل معاكم بقية الهريسة. صدقوني لو عملتوها بالطريقة دي طلع طعمها تحفة وتجنن. الريحة بقى مش عايزة اقول لكم، الواحد عايز يجيب رغيف ويقعد ياكل ويغمس. عايزاكم تقولولي انتوا بتحبوا الهريسة دي جنب ايه بالظبط من الاكل، او بتحبوا تحطوها جنب حاجات معينة او على حاجات معينة. هنا كملنا بقية العبوة، بقية الفلفل. هنجيب هنا البطرمان، هاتي بقى برطمانات ازاز، عبوات اللي بتتحط في الديب فريزر عشان تحفظ اي حاجة تتحط في الفريزر. طبعا البطرمانات الازاز للأسف ما بتنفعش في الديب فريزر. هنا خلاص خلصنا العبوة ولازم نحفظها بزيت، طبقة زيت فوق الوش. العبوة دي خدت يعني اقصد الكمية دي خدت معايا كوباية
زيت، كوباية زيت بالظبط. ده غير الزيت طبعا اللي بنحطه فوق الوش، وده حاجة بسيطة بتتحط. يلا بألف هنا وشفا، واللي جربها او اللي هيجربها يقول لي ايه رأيه. وما تنسونيش في اللايك والشير والاكسبلور. وألف هنا. سلام.